مشهد بات مألوفا هنا في تونس، يوم لا يختلف عن بقية أيام الثورة، والخيط الناظم بين مختلف المسيرات والاعتصامات حماية مكتسبات الثورة التي يقولون إن الحكومة الجديدة تحاول الالتفاف عليها من خلال تكريس قبضة أركان الحرس القديم الذي لم يرقب بحسب قولهم في هذا الشعب المغلوب على أمره إلا ولا ذمة. لا، الشعب التونسي ما كانش يعيش في سبات، الشعب التونسي كان يعيش في قمع. الور لا، اذا كان باش نمشوا على حسب فكرتهم هما احنا في سبات، نقولوا لهم رانا قمنا من السبات هذاك، والنتيجه نتاع السبات هذيك راهي ثوره كبيره، والثوره هذه شكون اسسها الشباب التونسي. واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت، الموءودة هي هذه الثورة التي هي في رضيعة الآن، وتحاول هذه الزبانية من أحمد فريعة ومحمد الغنوشي وكمال مرجان اللي ايديهم ممسخة بالدم الشعب، ممسخة بالدم المواطنين، يحاولوا وعدها. مطالب التونسيين كانت واضحة ومحددة. الحكومة، الشعب يريد إسقاط الحكومة. الحداد على الشهداء والتعويض لذويهم ورفع التضييقات عن الأحزاب، قرارات اتخذتها الحكومة لذر الرماد في العيون، يقول المتظاهرون. هذه الإصلاحات كلها خاطئة وارتكبت على أسس خاطئة، والعناصر الموجودة توا في النظام هي بيدها وما تغير حتى شيء، إنما ظهرونا في ثوب جديد باش يدر الرماد في عيون الشعوب. وما ميز هذه الاحتجاجات المتواصلة الطابع السلمي، حيث لم تسجل هذه المرة لحد الساعة أي احتكاكات أو مواجهات ما بين المتظاهرين ورجال الأمن. الإعلان عن الحداد الوطني على أرواح الشهداء والإصلاحات والتنازلات التي قدمتها الحكومة رحب بها بعض التونسيين، وإن لم تصل إلى سقف الطموحات بحسب البعض الآخر. محمد عبد الله ممين، العالم، تونس.